وصفتنا النهارده هو بسكوت التمر اللي كلنا كبار وصغيرين بنحبه جدا. طعمه لذيذ جدا، مقرمش كده من بره، وفي نفس الوقت هو بيدوب ذوبان. حلو كمان للاطفال ان هم ياخدوه معاهم في اللانش بوكس، لان التمر طبعا مفيد. هنشوف مع بعض في الفيديو ازاي نعمله بطريقه سهله وبمكونات بسيطه وبدون زبده كمان. شايفين القوام بتاع البسكوت؟ على قد ما هو مقرمش لكن لما بندوس عليه بيبان قد ايه هو هش. بالنسبة بقى للمقادير، هنحتاج تلت كوباية من السكر، ممكن نزودها لنص كوباية، وهنحتاج نص كوباية من الزيت، وكمان هنحتاج بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، ومعاهم معلقة صغيرة من الفانيليا. هنضيف كل المكونات دي في الخلاط وهنديهم ضربة كده لمدة دقيقة لغاية ما المكونات دي تمتزج كويس ونضمن ان السكر داب. بعد كده هنحضر خليط المواد الجافة. معانا كوبايتين من الدقيق يعني 250 جرام، ضفنا عليهم معلقتين كبار من النشا وكمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هنقلبهم كويس مع بعض ونخليهم على جنب. هنجيب بقى طبق ونضيف عليه الحاجات اللي احنا كنا ضربناها مع بعض في الخلاط، وهنضيف عليهم رشة ملح وكمان معلقتين كبار من الحليب البودر. هنقلبهم كويس مع بعض لغاية ما يمتزجوا، وبعد كده هننزل على الخليط ده بخليط المواد الجافة اللي احنا كنا محضرينه. هنبدأ بقى نقلب كل المكونات كده مع بعض لغاية ما الدقيق ما يختفي تماما. طبعا ده بسكوت احنا ما بنعجنش، احنا بس بنلم كده العجينة لغاية ما تبقى جاهزة معانا. هنا بعد ما لميت العجينة حسيت ان هي بتلزق قوي ومحتاجة دقيق تاني، فانا ضفت عليها معلقة كبيرة تاني من الدقيق وبلم العجينة زي ما انتم شايفين كده، ما بعجنش، مجرد بلمها. وليه احيانا بنحتاج مقدار دقيق يكون مختلف شوية عن مقدار الوصفة؟ ده بيرجع لنوع الدقيق وكمان بيرجع لحجم البيض اللي احنا بنستخدمه في الوصفة. انا هنا لميت العجينة طرية زي ما انتم شايفين كده، لكن في نفس الوقت هي ما بتلزقش واقدر اتحكم فيها. هسيبها كده اغطيها واسيبها ترتاح حوالي ربع ساعة لغاية ما احضر الحشوة بتاعتنا. للحشوة هنحتاج من تلت كيلو لنص كيلو من معجون التمر، وده طبعا بيرجع لكمية الحشوة اللي انتوا هتحطوها في البسكوت. وكمان ممكن نستخدم التمر العادي اللي هو فيه جواه نوى، ده يعني نفصصه كده ونستخدمه. في كمان منكهات ممكن نضيفها على العجوة بتاعتنا. انا هنا ضفت معلقة صغيرة من القرفة وضفت شوية سمسم وكمان معلقتين من الزيت عشان يطروا لي العجوة. ممكن نضيف اكتر من كده من القرفة لو تحبوا الطعم بتاعها يبقى واضح. ممكن كمان يتضاف جوز الطيب او الحبهان اللي هو الهيل المطحون. كده العجوه بتاعتنا بقت جاهزه ونبدا نشكل البسكوت. هناخد حته من العجين وهنفردها على شكل مستطيل، ما يكونش رفيع قوي ولا تخين عشان ما يبقاش البسكوت بتاعنا تخين. يعني بسكوت التمر معروف ان طبقه البسكوت ما بتكونش تخينه قوي. بعد كده هنظبط الشكل عشان يبقى مظبوط كويس معانا. ممكن بسكينه نبدا نشيل الحاجات الزوايد في العجينه اللي مش مظبوطه عشان يبقى معانا شكل مستطيل بالظبط. طبعا دي بنرجع نلمها وبنفردها تاني عادي، ما تقلقوش يعني مفيش مشكلة. وبعد كده هناخد جزء برضو من العجوة وهنفرده بشكل طولي كده، هنعمله رول كده نفرده بشكل طولي بنفس طول المستطيل اللي احنا عاملينه. وبعد ما نفرده هنبططه شوية، يعني هنضغط عليه شوية عشان يبقى متبطط كده. وبعد كده هنضيفه على العجينة، نحطه في النص تقريبا، في نص العجينة اللي احنا مجهزينها. ولو في اي حاجة زيادة كده نشيلها. وبعد كده هنبدأ نقفل البسكوت بتاعنا. ناخد بالنا واحنا بنقفل ان البسكوت يبقى لازق في العجوه، يعني ما يبقاش فيه مسافات وفراغات عشان يطلع الشكل بتاعها مظبوط قوي. لو حسينا ان البسكوت اللي فاردينه اكبر من العجوه ممكن نقطعه كده عشان نظبط الشكل، مفيش مشكله، كده كده هيتلم ويتفرد تاني. ونبدا بقى نقفل الجوانب مع بعض بالطريقه دي. لازم نتاكد بس ان احنا قفلناه كويس كده مع بعض ونضغط عليه ونتاكد ان الجوانب يعني ماسكه كويس قوي في العجوه. هنظبط بقى كده ونقلبها، نخلي الجزء اللي احنا قافلينه من تحت، ونظبط الرول بتاعنا او البسكوت بتاعنا بالشكل ده. بعد كده بقى هنجيب شوكة عشان نعمل الشكل المعروف قوي لبسكوت التمر. هنضغط كده بالشوكة في النص كويس عشان الشكل ما يروحش مننا، يعني لازم نضغط كويس يبقى الشكل واضح. بعد كده نقطعه بقى بالحجم اللي احنا عايزينه، يعني ده تقريبا الحجم اللي معروف لبسكوت التمر. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ مفيش اي فراغات ما بين البسكوت وما بين العجوة، وكمان حجم العجينة بتاعت البسكوت حلو قوي، مش تخين ومش رفيع، والحشوة مناسبة جدا. في شكل تاني بقى، لو مش عايزين نعمل الشكل ده ممكن نعمله بالشكل التاني اللي هو عامل زي القرص كده. ناخد حتة من العجين نعملها كورة ونفتحها في النص ونحط فيها كورة من العجوة، نقفلها كويس ونلفها كده ونبدأ نضغط عليها نعملها زي القرص المدور. ممكن بس بالشكل ده كده نعمل فتحات من فوق 3 4 فتحات بالسكينة، او ممكن نعملها كمان على شكل وردة زي ما احنا نفضل. انا هنا هعمل شكل الوردة.
هنجيب سكينة أو مقص حسب يعني المتوفر، ونبدأ نفتحها بالشكل ده، نفتح نصين وبعد كده نعملها 4/4 وكل ربع هنعمله نصين. وبعد كده هنبدأ نلفها بالطريقة دي. الشكل ده يمكن الأطفال بيحبوه أكتر عشان شكله وردة، شكله لذيذ قوي بجد. هنرص بقى البسكوت في صينية خبز يكون عليها ورقة زبدة أو تكون مدهونة زيت خفيف. في الوقت ده هنكون مسخنين الفرن على 170 لو هي من النوع اللي بيسخن قوي، أو 180 لو هي عادية. بندخل البسكوت بياخد تقريبا حوالي 15 دقيقة. ممكن في آخر دقيقة نفتح الشواية عشان تاخد لون أفضل كمان من فوق. وده شكلها بعد التسوية، واخدة لون حلو قوي من فوق ومن تحت، وريحتها كانت مالية البيت حرفيا لما استوت، وطعمها بجد كان تحفة. مش هقدر احكي كتير على الطعم لانه لازم تجربوها عشان تحكموا على الطعم بنفسكم. اتمنى انكم تجربوا الوصفة دي وتقولوا لي رأيكم فيها ايه، وكمان احب اشوف صور تطبيقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك. وبالهنا والشفا مقدما لكل اللي هيجرب الوصفة، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.